وسكايب للتواصل مع ذويهم وأصدقائهم، خصوصا ممن يسكنون المناطق الساخنة أو الخارج، وتبادل التهاني معهم بمناسبة العيد. وتحول التواصل عبر الإنترنت أو الهاتف النقال إلى ظاهرة واسعة الانتشار في النجف، يشجع على ذلك انتشار وسائله في المحال والمقاهي والفنادق. راجي نصير والتفاصيل. الحاجة أم الاختراع كما يقولون، وحاجة العراقيين إلى عيش لحظات الفرح والتواصل في العيد وسط مشاكل البلاد الأمنية دفعتهم إلى استخدام التقنية الحديثة، خاصة في مجال التواصل الاجتماعي الفيسبوك وسكايب وغيرها، لتبادل التهاني مع ذويهم وأصدقائهم في عيد الأضحى المبارك. السلام عليكم أخوي، كل عام وأنت بخير. رحم الله دق ان شاء الله سلامة الاهل. عن طريق الانترنت نحكي ويا اي شخص، يعني اي شخص نريده وباي دوله كان واي مكان بالعالم، يعني نقدر نحكي وياه وصوره وصوت. الثانيه اخوي عندي خارج العراق، فلما اجى العيد راسا فتحت الانترنت، فتحت السكايبي وحكيت وياه وشفت اهله وشفت اطفاله وعائلتهم وعشت وياهم. التواصل عبر الفيسبوك أو سكايبي من خلال جهاز الهاتف النقال أو الحاسوب أصبح ظاهرة واسعة الانتشار في النجف للتواصل مع الأصدقاء والأقارب في الخارج أو في المحافظات الساخنة أمنيا، والتي لم يعد الوصول إليها أمرا سهلا. حبيبي أيامك سعيدة، كل عام وأنت بخير، يعود عليك بالخير إن شاء الله والصحة والسلامة. التكنولوجيا تطورت أكيد، بعد صار اكو فايبر، اكو واتساب، اكو سكايبي، يعني صار التواصل عن خلال الانترنت، ويعني فشي مجاني، يعني مو مكلف. دخول الفيسبوك واخواته كاسلوب لتبادل تهاني العيد فسره البعض بتسارع ايقاع الحياه وكثره المشاغل، فيما فسره اخرون بالضرورات الامنيه. المهم براي الجميع ان يبقى التواصل في العيد السعيد. تعرف هسه الوقت مو مثل قبل، هسه الناس ملتهيه يعني بشغل ومشغوله، يعني مو مثل قبل، يعني اكو مشاغل اكثر من قبل. اكيد انه فرحه العيد اللي هي فرحه لكل المواطنين وكل الاصدقاء، وسبب الظروف الامنيه شويه صعبه بذيك المناطق، حاولنا قدر الامكان انه اكو يصير تواصل بيناتنا عبر الفيسبوك. وفيما كان التواصل المباشر عبر زياره وتبادل التهاني هو الطقس السائد في العراق خلال السنوات الماضيه، فان البعض وان اقر باهميه استخدام الفيسبوك والانترنت ما زال مصرا على ما يبدو على التواصل المباشر على الطريقه العراقيه القديمه. هنا التكنولوجيا تلعب دورها صحيح، لانه هذا ما قلنا انه اروح للدياله عايد وارجع، بس احنا نحكي عن يعني العيد قبل من كان عندنا هنا بمناطقنا، يعني ببيوتنا، بالناس اللي كانت مثلا تعتبر كلها اهل بيت واحد، التواصل مباشر، الناس تتجمع بالعيد، تقدم الحلويات والكليجه والشاي والشربت، الامور المتعارف عليها. الهواتف الجديدة بتقنياتها المتطورة وانتشار الانترنت في المحال والمقاهي والفنادق وغيرها شجعت على انتشار ظاهرة التواصل عبر الانترنت ومشتقاته بين العراقيين. وإذا كان الفيسبوك في العالم وسيلة للتواصل الاجتماعي عابرة للقارات والحدود، فإنه بات بالنسبة للعراقيين وخاصة في الأعياد والمناسبات المهمة وسيلة عابرة للمفخخات والمشاكل الأمنية. راجي نصير، الحرة، النجف الأشرف.